ومن جديد رجعنا لكم باصغر مكنه في ماكينات الحلاقه مع الفطوطه الفي جي ار 285. مكنه مميزه، حجم صغير زي ما انتم شفتوا في كفر الفيديو. هنعمل النهارده انبوكسنج ليها ونشوف ايه احدث حاجه واصغر حاجه، والصين دايما بتتحفنا بكل ما هو جديد، فنشوف ايه مع بعض المكنه ديت. بس قبل ما نخش على الفيديو اتمنى اللي ما شاركنيش بالاشتراك يشرفني بالاشتراك وعلى علامه الجرس عشان كل الاشعارات، واللايك المتين الطاقه الايجابيه. ويلا عشان ما نطولش عليكم يلا بينا نخش على عرض الفيديو. يلا بينا يلا بينا. صحيح نقفله الحكاوة، خلي الناس تعايد وتبسط وتبقى سعيدة. ورجعنا لكم من جديد في عرض الفطوطه، اصغر مكنه حلاقه حرفيا في الحجم، في الجوده، في القوه. عمالين نحط كل شويه على المكن بهارات من كتر الطماطم. احنا هننقي ايه هي افضل مكنه حلاقه. فالمكن ده يحتسب حاليا بينافس وحاليا بيغزو الاسواق بسبب غلاء المكن الامريكي والمكن الالماني. فالمكن بنص التكلفه، بربع التكلفه. حرفيا مكن بيقضي الغرض وبيعيش عمر افتراضي محترم. فالمكنه الجميله اللي انتم شايفينها عبوه البيع بتاعتها دي ما شاء الله عليها، دي البطاريه بتاعتها ليثيوم ايون 2000 ملي امبير. فالبطاريه بتاعتها مش هتقعد كتير قوي زي البطاريات ال 4000، بس ده ما يمنعش ان هي قويه وبتشتغل. دي بتشتغل متواصل ساعتين ونص. ساعتين ونص دي في المكن مش دقيقه، على حسب شغلك، على حسب السرعه اللي انت بتستخدمها، فاكيد هي ممتازه. فباستمرار دايما تشحنها. بتتشحن في حوالي ساعتين ونص، يعني بتشتغل 150 دقيقه. بتشتغل 150 دقيقه دي يعني اكتر من ساعتين بتشتغل معاك متواصل. ال 150 دقيقه دي مش 150 دقيقه، يعني ممكن تشتغل بالفعل متواصل 120 110 على حسب السرعه اللي انت بتستخدمها. هل انت بتستخدمها على سرعه 9000 لفه ولا بتستخدمها على السرعه المنخفضه ال 7000 او ال 5000 اللي هي مرفقه بيها؟ ففي ايا كان الاثنين فهي مناسبه لحجمها وقوتها اللي الواحد بالفعل اعجب بيها حرفيا. والمكنه دي من احد المكنات اللي انا هقتنيها. فيلا بينا نعمل انبوكسنج على المكنه. المكنه زي ما انا قلت قبل كده هي بتيجي مغلفه في صندوق هدايا. انا قلت الكلمه ديت على سبيل الدعابه، بس هو فعلا طلع في الوصف ان هم متعمدين يحطوا المكن في صندوق هدايا. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح كده المكنه ونشوف ايه المكنه الجميله دي. هو فعلا الصندوق صندوق فخم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المكنه الجميله بتاعتنا اهي. في اول الصندوق نشيل الكفر ونشيل المكنه دي نسيبها لاخر العرض ونشوف مكونات اللي معاها. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الكتالوج لا يحمل اللغه العربيه. ده عامه ده كتالوج التشغيل فمالناش دعوه بيه. معاها زي ما انتم شايفين ادي طقم الامشاط نازل معاها. الامشاط دي مش هنساها زي المره اللي فاتت. فرشه تنظيف الزيرو، خاصه الاخوه اللي بيحبوا يدرجوا بالزيرو او بالموس، فالفرشه دي لا غنى عنها. فرشه بالفعل محترمه. الفرشه دي لوحدها حاليا في الاسواق في حوالي 150 جنيه. فانتم متخيلين بتشتروا مكنه فيها معدات ممتازه. عبوه الزيت دي عبوه مخفضه بس اكبر من العبوه الزغدانه العينه خالص، فدي بتفضل معاك فترات طويله، حلوه للاستخدام. بالنسبه للاخوه اللي هيستخدموها استخدامات شخصيه فهي مره في الشهر تكفي. معاها التايب سي. التايب سي ده للشاحن بتاعها. احنا نبهنا قبل كده ان الشاحن بيبقى على ترانس 5 فولت. من 5 فولت انت بتضر بقدره البطاريه. وهنا بقى نازل معاها الجميل بتاعها درجات الامشاط الماجنتيك الجميله دي زي ما انتم شايفين. بصوا الماجنتيك دي امشاط ماجنتيك. نازل معاها الامشاط العاديه، الواحد النص الصغير والواحد ونص. نازل معاها 1 2 3 4 5 6. نازل معاها 6 امشاط. هي طبعا عشان حجم العبوه صغير، الخامات فخيره. ما في مقارنه حرفيا ما بين الامشاط الحديثه ديت وامشاط ويل. انا شايفها اجود من امشاط ويل. وعلى فكره الامشاط بتاعت ويل والامشاط دي الاثنين صناعه صيني. بصوا كده لازت قبل ما ادخل المشط. دخلت المشط مفيش معاناه، الموضوع سهل قوي. بصوا سلس. بصوا بس كده ادي كده السلاح بتاعها دخل متطابق، تشغيلها سهل. انا شايفها صراحه تحفه فنيه. اتمنى رايكم انتوا اللي استخدمها يقول لي رايه فيها ايه، واللي ناوي يشتريها يقول لي ناوي يشتريها ولا لا. انا شايفها تستاهل. يلا بينا بقى نشوف المكنه الدقرمه الجميله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. حرفيا هي اخت المكنه 001 بس الحجم بتاعها سيمبل. يعني هنقارن بينها مثلا في الحجم بتاعها والحجم المكنه الويل. بصوا في الحجم بتاعها، بصوا حجم المكنه الويل، بصوا فرق الحجم. دي مش تقيل بالظبط اهي، اصغر من مش تقيل اهي. بصوا حجمها قد ايه. الطول بتاعها من اول المكنه لغايه اخر المكنه بالظبط اخده حوالي 14 سم. انتوا متخيلين يعني ايه 14 سم؟ مكنه صغيره جدا، اصغر مما تتخيلوا. فيها درجتين، دي اول درجه دي تاني درجه. ميزه الدرجتين دي على فكره حلوه، احسن ما انت بتتحكم في تدريجات الدرجات. بدل ما تبقى 9000 تخليها 8000 تخليها 7.5. لا انا عن نفسي احب المكنه اللي فيها الدرجتين دي على طول. اشتغل بالدرجه اللي تريحني. فيها عداد بتاعها انديكيتور بيديك بس مده الشحن بتاعها فاضل فيها قد ايه. طبعا اكيد عشان هي حجمها صغير فضاغطين التكنولوجيا بتاعتها فمقللين بعض الاوبشن. فهي كمكنه ممتازه. نشوف بقى اهم حاجه السلاح بتاعنا هل هو نازل مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1 2 3 4 4 درجات. 1 2 3 4
المفروض ان هي في الوصف بتاعها 5 درجات، بس عميقه، مش داخله قوي برضك نفس الحركه، مش داخله قوي عمق السلاح بتاع الماجيك كلاب مثلا، او عمق السلاح اللي انا عرضته في المكنه اللي قبل دي على طول، بس شغال هينفع في الفيد. السلاح بتاعها طبعا بتقنيه الDLC ما بيسخنش، السلاح بتاعها قوي ما بيسخنش. السلاح اللي فوق برضك تخين حلو سهل السن، هي نازله متصفره مش محتاجه ان انت تصفرها، حجمها مش حاجه تحس ان انت مش ماسك حاجه، ماسك مكنه لعبه. طبعا دي تصلح للهدايا، تصلح للاستخدامات الشخصيه، حجم صغير في السفر مش هياخد معاك اي حيز من الفراغ. قوه بقى المكنه ديت، اول حاجه المكنه بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها رائع طبعا، حجمها جميل قوي قوي قوي. قوه الموتور 9000 لفه في حاله ان انت بتشغله على القوه السريعه. 9000 لفه دي الباور بتاعها مش قليل، يعني من احد ميزاتها طبعا 9000 لفه. قوه الموتور، موتور قوي جدا رغم صغر الحجم، فبيديك شغل سلس وامن بسهوله، ما بتعانيش في الازاله، ما بتعانيش في التدريجه. وشاشه العرض LCD اللي احنا شفناها اللي هي دي اهي، وزي ما انا قلت لكم هي متغلفه تغليف صندوق هدايا، فدي ميزه. اما بقى بالنسبه للسعر فسامحوني يا جماعه، حرفيا والله السعر مختلف بيتغير بسرعه رهيبه، فهي في نطاق ال2000 تزيد شويه، بس ما اظنش انها تقل شويه. بس انا اوعدكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هجيب لكم ماكينات منخفضه التكاليف، وانا عن نفسي شايفها مكنه تصلح مهني وتصلح للاستخدام الشخصي، فهي مكنه جميله. وطبعا كل الشكر موصل للاستاذ محمد عماد ان هو وفر لي المكنه دي اول ما نزلت، المكنه الفطوطه الجميله الصغننه ديت. وما تتردوش لحظه في ان انتم تتواصلوا معاه، وهو يتعهد لكم بشحن اي معدات انتم عايزينها باقل اسعار داخل جمهوريه مصر العربيه لكل محافظات مصر. وكل الشكر للاستاذ محمد عماد على الدعم المستمر باستمرار. ومين وصل معايا لغايه هنا؟ اللي وصل معايا لغايه هنا انتوا احسن ناس. اتمنى باستمرار تشاركوني في الكومنتات ايه رايكم في العرض، ايه رايكم في الفيديو، ايه رايكم في المعدات اللي انا بنزلها لكم باستمرار، ونلتقي من جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.